هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت فور مثل الوسيط ولكن مجانا. أنا عشان رأيهم السياسي ضد رأيكم. أنا بنصحكم نصيحة لوجه الله. عايزين تكملوا زي ما انتوا حابين، ده عند ربنا بقى. ربنا هو اللي هيحاسب وهو شايفنا احنا كلنا، احنا عايزين نعمل ايه وانتوا عايزين تعملوا ايه. الفقرة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا الفيديو المميز، أنا أول مرة أشوفه زيكم والله. فطبعا أنا هرد أنت عليك جزء لما أنت حضرتك وبعدين أديك تكمل. هو بيتكلم عمال يشاور طيب عليك. معلش طبعا. أنا بشكر الأستاذ عمرو أديب على هذه المبادرة إن كان صادقا، وطبعا تعالى نقدم حسن الظن. فبقول لك جزاك الله خيرا عن هذه المبادرة اللي أنت قلت إن هي باسمك وباسم إخوانك الإعلاميين. أنت قلت بالنيابة عن كل الإعلاميين، وأتمنى أن أنت تكون صادق وتقدر تمشي الكلام على إخوانك الإعلاميين، لأنه إخوانك الإعلاميين وأنت هل هتبطلوا تهاجموا المشروع الإسلامي والإسلاميين؟ هنبطل نتطاول على الدكتور مرسي ولا لا؟ هي إيه المشكلة بينك وبين مشايخنا إنه يبقى في تطاول أو في بذاءات ضد الدكتور مرسي أو المشروع الإسلامي أو ضد الإسلام كإسلام، أو أحيانا دعوة للإثارة اللي يعلم العلماء إنها ضد مصلحة الوطن. أنت بتقول إن إحنا كنا بنؤيد حصار المدينة، إحنا ما كناش بنؤيد حصار المدينة. هذا كلام كله يعني يعتبر غير صادق 100%، ولم يحدث أبدا، لأن المدينة لم تحاصر. وأتحداك كان باب 2 وباب 4، أمال ما دخلوا ناس واقفة قدام بوابة 4 ولم يمنعوا الدخول ولم يعتبروها محاصرة، وقفوا فقط وأعلنوا ذلك إن ده تحسبا لأن يقتحم الموجودين المحاصرين للاتحادية أو القصر الجمهوري. إذا دخلوا جوه هنخش المدينة، وكانوا واضحين ولم يحاصروا ولم يمنعوا أحد من الدخول. وأنت مش كنت بتخش عافية؟ الضعيف والقوي كان بيخش المدينة سالم آمن. حتى الأستاذ خالد يوسف هو الذي تحرش بهم وهم تأدبوا معه، والأمر كان كله مليان بالمغالطات فيما قال الأخ خالد يوسف. أنت قلت كلام أنت قلت بس شوية كلام برضو، يعني أنت مش قادر تخلع توبك، لأنك قلت كلام قشر لب وتفافة. يعني ما كنتش بقى وأنت بتعمل مبادرة كنا خلينا نقول كلام لطيف. ايضا انت قلت للمره الاخيره هاخد حق بايدي، وانا مش عارف هاخد حق بايدي دي يعني معنى كده ان اي واحد مننا لو خرج بره الوقت ناس ضربوه او عملوا له مشكله يبقى انت متهم، او لو حد سرق عربيتي يبقى انت متهم، او حد تعدى على حد من اهلي او ولادي او ولاد مشايخنا. يعني وانت مش معقول وانت بتعمل مبادره يعني لطيفه سلميه جميله مشكوره ما تقدرش تحوش نفسك عن كلمات العنف. زائد لحظه معلش اكمل. زائد بتقول ان انا اقسم بالله هعمل الشغل القديم بتاع زمان واطلع بقى اللي ابوه كان بتاع حشيش واللي جده كان بتاع ايه واللي اخوه كان بتاع ايه. انا ما اظن الحمد لله ان احنا مش هنبقى منهم، ولو عندك حاجه طلعها من غير ما نعاديك. التهديد برضو وانك انت من الساعه ونعدتم عدنا بلاش، كانت خليها يعني خليها. انت قلت كلام حلو، لان زي ما انت بتقول احنا كمان تعبنا وعاوزين كلمه سواء وعاوزين نوقف الحرب وعاوزين نبني البلد وعاوزين. بس انت ما تضحكش علينا، انت بتقول روح علموا الناس الوضوء وسيبوا لنا احنا السياسه نتكلم فيها ونلعب بالبلد. لا مش هينفع. احنا بنتكلم في جزء مرتبط بالدين والسياسه بنتكلم فيه، في جزء مرتبط بالسياسه الشرعيه بنتكلم فيه، واذا كنا في بعض التجاوزات من عندنا بنعتذر عنها. لو في حد من ضيوفنا او حتى من القنوات الاخرى قناة الناس او غيرها بغلط في حقك او في احد من الاعلاميين انا بعتذر ومتاسف وسامحونا غفر الله لنا ولكم. واحنا عاوزين بالفعل نفتح صفحة جديدة، مبادرة مقبولة منك، نتمنى ان انتم تكونوا صادقين. لكن لو انتم هيبقى في تجاوزات هنفضل نرد. وانا بقول ده احنا بنعمل قناة جديدة فقط للرد، بنجهز ان احنا نعمل قناة جديدة اسمها قناة الحق للرد.
ازاي انتوا ريحتونا؟ خلاص هنرد بقى على اللي بيطلعوا شبهات على القرآن وعلى الرسول وبيهينوا دينك وبيهينوا القرآن بتاعك وبتاع أجدادك وبيهينوا رسولك صلى الله عليه وسلم وبيتطاولوا على الإسلام وبيهينوا الإسلام. مش هنرد على بعض وهنرد على دول ومش هنزعلك خالص. موضوع البطاطين انت قلت هتيجي، نتمنىك تيجي، أفلح إن صدق. لو انت هتيجي تعالى شوف الميعاد اللي انت يناسبك، تعالى عندنا ونعلن واحنا هنجمع البطاطين ونلمها وهتبقى تحت رعايتك وإشرافك، وانا شخصيا اتعاون معاك. واحنا عندنا مؤسسة خيرية اسمها مؤسسة الحافظ الأمين معنية بهذا الأمر. مبادرة المليون بطانية هتتعاون معنا فيها انت او غيرك، اهلا وسهلا، او غيرها من المبادرات. انا برحب وانا سعيد، مش بلعب بمناورات. تعالى اهلا وسهلا. اكتبوا تليفون يا جماعة على الشاشة عشان يبقى ظاهر في الشاشة إذا كان هيحب يتواصل بينا أو أي تليفون ممكن يتواصل بيه. متهيألي كده أنا غطيت النقاط وبأكرر الشكر والعرفان، وهنجيب بطاطين وهنجيب سخانات وهنبني مصر وهنتعاون على المعروف ومش هنغلط في بعض ومش هنقشر لب ومش هنتفتف زي ما أنت بتقول، لكن إن شاء الله هنكون عند حسن الظن. ويكفي إن إحنا يعني يضبطنا ويضبطك أو يضبطنا إحنا القرآن والسنة والأداب والأخلاق الإسلامية. وبأكرر شكري وبأكرر اعتذاري أنا شخصيا، أنا كقناة أو أنا كعاطف، لو في أي تجاوز طالك بناء على كلامك أنت أو الفريق العمل اللي معاك أو قناتك أو بقية القنوات، أنا آسف، سامحونا. وزي ما اتعلمنا من الإسلام إن إحنا لما حد نغلط فيه ندعو له بالمغفرة، عشان الدعوة ليه بتعوض، تكسبه حسنات ويعني تكفر عن غلطتنا تجاهه. نعود ايه للشيخ علي انت برضه ولا المستشار بدوي؟ مع المستشار بدوي. طيب سيب بس المستشار بدوي. اتفضل. هو اولا احنا يعني ربنا علمنا ان باب التوبه مفتوح وحتى للكافر وليس للعاصي، وقال سبحانه وتعالى قل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. واحنا بنقول وقل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. وقال سبحانه وتعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل. واحنا بنمد ايدينا. ويعني الحقيقة يا دكتور عاطف أنا أتمنى إن عمرو أديب يجي هنا ضيف ونقعد نفهمه أو نروح له، احنا ما عندناش مشكلة يعني. مش لا احنا نرحب بيه، انما لو جالنا هنرحب بيه. انا اوعده واجي اشتري سجادة جديدة، اشتري سجادة جديدة حمراء نعم للأستاذ عمرو أديب. إذا كان هيجي لنا هفرشها من أول القناة. طيب. لحد ما تدخلوا البلاتوين. وبنقول له يا عمرو أديب استلف اولا صحيح يعني ما تحجرش ان الاسلام والمشايخ يتكلموا عن الوضوء بس، لان ده يعتبر قدح في الاسلام وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان حاكم للمسلمين وكان قاضي وكان معلم وكان يعني هنقول إمام للمسجد. كل شؤون الحياة المسجد كان له دور كبير تحت قيادة النبي صلى الله عليه وسلم. فما تقولش خليكوا في الوضوء وفي الصلاة. هو صلح له الأخ شردي قال له لا هو اتكلموا في السياسة ولكن ما لا احنا ما بنشتم، مش هنهاجم ولا هنشتم. كونك انك تقول ان انا عندي اسرار وانت الصندوق الاسود، دي لا تليق بواحد اعلامي بيعرض الصلح وبيعرض انه عايز يصلح حال البلد. احنا كمسلمين ما بنقبلش التهديد وانت عارف كده، لكن بنقول ايه؟ نقول مرحبا بك في بيتنا في قنواتنا، تعرض افكارك وارائك بدون تجريح او بدون اساءة لحد. المشاريع اللي احنا بنفرح قوي انك انت عايز تعمل مشروع المليون بطانية. احنا بنقول لك برضو احنا ايدينا في ايديك نعمل مشروع مليون عامل نشغلهم، نستصلح مليون فدان. هيا بنا نبني بلدنا، هيا بنا نقف خلف رئيسنا، هيا بنا يعني نصحح الأوضاع. يعني أنا أعتقد أن أنت بدأت تعدل أسلوبك، ولكن لي طلب وحيد، يا ريت وأنا هاجي أقعد معاك وأسوق لك عربيتك إن كنت محتاج سواق، يا ريت تجيب الأبراشي وأبو حمالات إبراهيم عيسى وتجيب محمود سعد. احنا ما بنتعاملش مع النساء انت عارف، لأن
احنا عندنا مبدأ، وده اللي ارسل المبدأ ده الدكتور عاطف من بداية نشأة قناة الناس، وهو النجم الداعية في ذلك. لأن وجود النساء بيفسد الأخلاق وده موضوع تاني. احنا أحرار في عملنا. كل من تعلم من الإعلاميين، أصحابك، جيرانك، إخوانك، احنا خلي بالك يعني عندنا الإسلام واسع ويشمل الجميع، واحنا عندنا أحاديث كثيرة جدا بتبين لنا الراجل اللي قتل 100 نفس وربنا فتح له باب الجنة وغفر له. احنا لا نيأس احد من رحمة الله، لكن عيب ان احنا نتطاول بعضنا على بعض، عيب ان احنا نسيء لبعضنا، لان بلدنا واحدة، واحنا النار لما هتنزل مش هتحرق واحد دون واحد. النار لو وقعت في البلد اللي هي الفتنة بتأخذ الأخضر واليابس، الغني مع الفقير، الكبير مع الصغير، الرجل مع المرأة، ويا ريت العقل يعود تاني إلى رؤوسكم، وتبقى أنت أول من تسن هذه السنة الحسنة في الإعلام، إنك أنت تبدأ تستضيف علمائنا عشان نبين للناس الحقائق، نبين للناس عظمة الإسلام، وإحنا ما بنفتريش على حد ولا نحب. فإحنا مش عايزينك تقع تحت قول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. هيا ونحن نمد أيدينا لك، ونحن نحبك، ونتمنى لك أن تكون أولنا دخولا الجنة، لأن دي دعوتنا. احنا لا نحب الشر لأحد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يسلم كل الناس، لكن قدر الله نفذ. هذا فريق في الجنة وفريق في النار. نتمنى كما قال فضيلة الدكتور عاطف، واحنا معاه يعني جنود تابعين له في أي عمل يصلح لهذا البلد، فنسأل الله أن يأتي بك قريبا إن شاء الله. تعليق بس بعد إذنك دكتور عاطف، يعني بالنسبة للأستاذ عمرو أديب، يعني احنا هنتجاوز بداية، احنا قبلنا المبادرة، ومن باب قبولنا لمبادرتك هنتجاوز عن هجومك علينا وانت بتقدم المبادرة زي ما قال الدكتور عاطف، وأتمنى أن أصدقك. يعني أتمنى أنا يعني المعلومات اللي خلينا عندي، نصدق، المعلومات اللي عندي عن حضرتك خلينا معلومات بتقلقني برضو، لكن أنا هأصدقك النهاردة، وأنتظر منك الخطوة الثانية، إنك أنت تشرفنا بالزيارة زي ما وعدتنا، وهتلقانا إخوة لك والله زي ما لا انا سوق عربيته، هو لو وافق يعني يقول لي بس انا اجي سوق عربيته عشان نبين له بس حبنا ننقذه. بتتريقوا علينا على مصطلح إخوة، لا هتجدنا إخوة لك والله، مش هتلاقي زينا أبدا بعد قبل كده ولا بعد كده، وهيبقى إيدك في إيدنا، يمكن إن شاء الله ربنا يكتب لنا نجاة ونبقى في الجنة سوا. والنهاردة نبني المجتمع بتاعنا ده، لأن فعلا أنا قبلك قبل شوية من الحلقة، لو أنت تابعت الحلقة دي كلها، اتكلمت وطلبت إن احنا نشوف الشباب العاطل هنعمل لهم إيه، ونشوف الناس اللي مش لاقيين أنبوبة هنعمل لهم إيه، ونشوف الناس اللي مش لاقيين رغيف عيش آدمي. يمكن أنت يا أستاذ عمرو ما بتاكلش رغيف العيش اللي احنا بناكله، اللي يعني بتعفى عنه الحيوانات. فاحنا ايدنا في ايدك، ومتجاوزين عن اخطائك ومسامحينك، وبنعتذر لو كنا غلطنا، وقبلنا المبادره. وانا بضيف، تلاحظ ان انت لاول مره، انا دايما كنت بتقول على استاذ دي كنت بعترض، انا سكت دلوقتي. طيب سكت دلوقتي ليه؟ لاني انا والله في محاضره قريبه جدا قلت ليتني وانا بحلم، وكأن الله سبحانه وتعالى اراد ان يحقق لي الحلم. قلت الحلم ان انا قلت بحلم ان يطلع اعلام من هؤلاء الاعلام يدعو الى شيء لمصلحه البلد، وانا قلت لك الكلام ده في ثنايا كلام اليوم، يدعو الى مصلحه البلد، ونحط ايدينا في ايديهم ونتقدم بهذا البلد، نشوف المرضى، نشوف المحتاجين، نشوف كذا نشوف كذا نشوف كذا. حقيقه بقول لك يا استاذ عمرو، شوف انا بقول لك ايه بقى يا استاذ عمرو، صحيح انت يعني اعلنت هذه المبادره وانت بتدينا بالبوكس، لان برضه في وسط كلامك قلت ما بيفهموش حاجه والكلام اللي قعدت تقوله ده، لكن شوف علشان انت قلت كلمتين حلوين في وسط كلام. هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيليت 4 مثل الوسيط ولكن مجانا.